بعد الفيديو ده مش هتشيلي هم لتنظيف المنبر خالص. طبعا انتوا شايفين قدامكم ما شاء الله المنبر قدامكم نضيفه زي الفل. قبل ما نبدأ الفيديو سموا الله وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا انا مبدئيا كده بعتذر عن صوتي لاني اخد دور برد شوية. وتعالوا بقى اقول لكم هتنضفوا المنبر ازاي عشان بعد كده ما تشيلوش همه خالص. مبدئيا كده انا عندي منبر، طبعا هو عامة المنبر جايلي مش متنضف قوي، تمام، يعني متنضف نص نص. طبعا انا الزوايد اللي هي فيه اللي هي الدهن دي بحاول ان انا بشيلها. طبعا اي حد بيشيل الدهن عادي بيسلكه عادي وبتشال. احنا طبعا بنشيل هم المرحله اللي هي جوه. زي ما انتم شايفين كده انا بحاول ان انا الدهن ده بشيله بالسكينه، بفرد المنبر معايا وبجيبه بقوم عاملاه بالسكينه بتشال معايا على طول، تمام. بعد كده بقى طبعا هنجيب حاجه علشان نقلب المنبر عليها. اي حاجه عندكم، عصايه الشيش طاووق، اي حاجه. انا كان عندي المسان بتاع السكاكين ده. طبعا بسيب اول 5 سنتي كده من اول المنبر، وبعد كده بسحب المنبر بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وهقول لكم بقى على التركايه الجميله اللي هتنضف لكم المنبر وتخليه زي الفل. عارفين جلده الانبوبه؟ الجلده اللي هي بتاعه الانبوبه اللي انتم شايفينها دي هتجيبوها تدخلوها كده في المنبر وهتسحبوا جامد وتضغطوا عليها بايديكم، هتلاقيها نضفت لكم المنبر زي الفل. طبعا انا في مرحلتين عندي هستخدمهم في تنظيف المنبر. دي كانت اول مرحله معايا في تنظيف المنبر، تمام، او اول جزئيه معايا في المنبر اللي انا هنضف بيها اللي هي جلده الانبوبه. طبعا زي ما انا بقول لكم كده انا بسيب 5 سنتي وببدا اسحب بقيه المنبر معايا عشان اقلبه وهنضف بجلده الانبوبه. والله العظيم جلده الانبوبه دي لو قلت لكم بتطلع بلاوي مش هتصدقوني. انا بستخدمها على طول عمري. بس المنبر جاي المره دي بصراحه نضيف نص نص، يعني مش نضيف قوي يعني، ولا هو عامل قوي، لا، نص نص. بجيب جلدة الانبوبة كده وبدخلها وبحاول ان انا اميلها شوية واضغط عليها بصبعي عشان اقدر ان انا اكحت اي حاجة في المنبار. زي ما انتم شايفين كده بضغط عليها جامد اهو وبسحب. والله العظيم عايزه اقول لكم بتطلع لي بلاوي من المنبر، بتخليه نضيفه زي الفل. زي ما انتم شايفين واحده واحده معاكم اهو. انا كان نفسي يكون المنبر ده جايلي يكون مش متنضف تنظيف كامل عشان اوريه لكم. بس انا بقول لكم استخدموا جلدة الانبوبة في تنظيف المنبر، والله العظيم هتطلعها لكم زي الفل، هتنضفوا تنظيف جميل. طبعا كلنا عارفين جلدة الانبوبة دي، تمام. طبعا بقى انا خلاص المفروض ان انا خلصت المنبر بتاعي ونضفته. هجيبه بقى اقطعه عشان خاطر ادخل بقى على المرحلة التانية اللي بتجيب لي بقى التنظيف من الاخر. وبقى هحطه بقى في محضر الطعام زي ما انتم شايفين كده. هحطه كله ومقطعه طبعا 3 ليمونات مقطعهم قطع صغيرة وهحطهم عليه. وهحط ملح، هحط شوية ملح، تمام. وهقفل بقى عليه وهضرب بالخلاط. بص على اي مرحلة، على اي مرحلة في الخلاط مفيش مشكلة. طبعا انا اول ما بدأت بالراحة على اول سرعة، وبعد كده ببدأ ان انا اعلي السرعة شوية شوية، تمام. والله العظيم هوريكم دلوقتي اللي طالع من المنبر في الخلاط، هتشوفوه دلوقتي وهتحكموا بعينيكم. فانا بقول لكم اغسلوا المنبار في الخلاط، بيتغسل ما شاء الله، بس اهم حاجة بالسلاح اللي هو البلاستيك، انما السلاح اللي هو الحديد لا، السلاح البلاستيك. السلاح البلاستيك ده بغسل بيه المنبار ما شاء الله. طبعا انا هوريكم شفشق الخلاط اهو، شايفين عامل ازاي؟ والله العظيم كل ده طالع من المنبار زي ما انتم شايفين كده. مين بقى اللي يقول لي بقى اتقطع ما تقطع ما تقطعش ولا جراله اي حاجه؟ خلاص كده. طبعا انا نزلت اهوت عشان اوريه لكم، وبرضو بحاول ان انا اشطفه شطفه، وهرجع تاني اشطف الخلاط بتاعي، وهرجع برضو هديله كمان ضربه حلوه. ما بسيبوش لما يكون نضيف معايا زي الفل. شايفين
ولا تقولوا لي اتقطع ولا تقولوا لي جراله اي حاجه ولا اي حاجه. ما شاء الله جميل ونضيف. طبعا انا شطفت الخلاط ورجعت عدت عليه تاني وهتشوفوه برضو، هتلاقيه برضو طلع معايا تاني برضو في الخلاط. مش هسيبه غير اما ينضف. شايفين؟ هاتولي بقى اللي بيقولك الممبار بيتقطع في الخلاط زي الفل، شايفينه قدامكم زي الفل اهو. تمام. وطبعا انتوا شايفين الخلاط عامل ازاي اهو، شايفين؟ هرجع برضو كشطفه وارجع اعمله تاني لغايه ما بلاقي الخلاط معايا زي الفل. جربوا الطريقه دي، واللي وصل لهنا يا ريت يحط لي لايك، واللي اول مره يشوفني يا ريت يعمل لي متابعه وكومنت حلو منكم كده ودعوه حلوه من قلبكم. بحب اما اجي اغسل المنبار ده بقول له يا انا يا انت، لازم هنضفك، يعني لازم هنضفك. دي بقى خلاص انا شطفته برضو وهرجع احطه تاني. دي بقى القطعه اللي بقول لكم عليها، دي اللي بتغسلي المنبار زي الفل وما بتقطعهوليش ولا بيجراله اي حاجه. ده خلاص بقى كده في المراحل الاخيره بقى، عشان اتاكد بقى ان المنبار بتاعي بقى زي الفل. تمام. فانا بقول لكم جربوها، والطريقه دي انا عارفه ان انتوا هتجربوها وهتعتمدوها وهتقولوا لي رايكم فيها ايه. بعد الفيديو ده مش هتشيلي هم غسيل المنبار تاني. عندك اول مرحله اللي هي جلدة الانبوبه، دي اول مرحله في تنظيف المنبار. والله العظيم المنبار لو انتي المنبار لسه جايلك مش نضيف خالص، بتشيلي يا دوبك الدهون من عليه وبعد كده بتقلبيه وبتنضفيه بجلدة الانبوبه، بتشيلك بلاوي. وجربيها وعلى ضمانتي وهتقولي لي رايك ايه. وبعد كده بتدخلي على المرحله بتاعه الخلاط دي. اهم حاجه عندك السلاح البلاستيك بتاع الخلاط ده استخدميه. لو ما هوش عندك ما تستخدميش شفشق الخلاط التاني العادي خالص. تمام. طبعا انا كده بقى خلاص فضيته اهو. كده بقى المنبار بتاعي ما شاء الله جاهز معايا. واستنوني بقى ان شاء الله بقى في الفيديو الجاي وطريقه حشوه المنبار بالطريقه بتاعتي وهتعجبكم برضو. وزي ما قلت لكم اللي وصل لهنا يا ريت يحط لي اللايك، وما ينسينيش في الكومنت الحلو بتاعكم والتشجيعات بتاعكم الجميله. كده بقى وصلنا بقى لاخر النتيجه بتاعتنا في غسيل المنبار وتنظيفه. اظن النتيجه دلوقتي منبهره بجد. انا بحب اغسل المنبار لان في الاخر ببقى منبهره بيه. شايفين ما شاء الله ابيض وجميل ونضيف ازاي. وهوريكم السلاح اهو، ده السلاح اللي انا بغسل بيه المنبار، وهوريكم جلدة الانبوبة. تمام اهي. لو في عندكم اي حاجة تانية غير جلدة الانبوبة بنفس الستايل ده كده تستخدموها مفيش مشكلة. انا حاولت ان انا اعمل لكم زوم عليها علشان تبقوا عارفينها. معروفة جلدة الانبوبة موجودة في كل مكان في العالم. وده السلاح بتاع الخلاط. لو تستخدموا الخلاط العادي لا، علشان السلاح اللي هو الحديد هيقطع المنبار. تمام. طبعا بقى اسيبكم بقى مع الفيديو بتاعي الجميل ده، وان شاء الله استنوني بقى الفيديو الجاي وصفة جديدة وفي حشوة المنبار باذن الله. واقول لكم دمتم بخير وفي رعاية الله.